السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله راكم كلكم بخير وصحة وعافية. وأخيرا الفيديو اللي طلبتوه كثيرا، الكثير من الأخوة والأخوات بقوا يسألوني خالد دير لنا فيديو على سن العشرينات، رانا تايهين ماناش عارفين كيفاه نمشيو حياتنا. رانا في حسرة، فينا علينا ضغط كبير جدا من المجتمع، من الناس، من الأبوين. فاليوم إن شاء الله نحاول قدر الإمكان أني نعطيكم بعض الأفكار من تجربتي الشخصية، من ما قرأت، مما تعلمت، من أخطائي، من فشلي، من كل شيء. فنعطيكم زبدة الموضوع إن شاء الله، ونحاول نختصر قدر الإمكان لأنه هذا الموضوع كبير جدا وفيه كتب وفيه يعني سلاسل تاع فيديوهات. فنعطيكم زبدة الموضوع، فكملوا معنا للأخير إن شاء الله وراح تستفادوا معنا أكيد. الامر الاول لازم نتفقوا انه هذا الامر ينقسم الى ثلاث اقسام. يعني نتكلموا عليك انت كشخص اللي راه في العشرينات يزيد قليلا او يقل قليلا. نتكلموا على الابوين ودورهم واثارهم، ونتكلموا على المجتمع كذلك. الدور الاول اللي هو ليك انت كشخص اللي راه في العشرينات، وش لازم تدير؟ اولا لازم الانسان باش يتحرك بطريقه صحيحه لازم يكون واعي بنفسه، واعي بما هو عليه. والوعي هذا منين يجي من بما انه رانا كمسلمين من وعيه بربه، من وعيه بدينه، من وعيه بنفسه، والوعي بالله سبحانه وتعالى انك انت تعرف الله سبحانه وتعالى. يعني نقراو شويه على اسماء الله الحسنى، نقراو شويه، نعرفوا شويه تفسير الايات. مؤخرا مع كتاب تهذيب مدارج السالكين بديت نعرف سوره الفاتحه، وصراحه غيرت لي كثير من المفاهيم. فمره على مره حاول قدر الامكان انك تصلح بعض المفاهيم، تصلح بعض الافكار، تكتسب افكار جديده. قرأ كتب في الدين. جماعة الدين تاعنا صح، احنا نقولوا باللي الحمد لله ربي رزقنا واحد النعمة كبيرة جدا، هو انه خلقنا مسلمين، ابائنا مسلمين والمجتمع تاعنا مسلم. فهذه نعمة كبيرة جدا، ولكن هذا لا يكفي انك انت تكمل حياتك كلها بهذه الطريقة. لازم انت تجدد، لازم انت تتعلم، لازم انت تكون واعي. لانه كما يقول الدكتور مصطفى محمود: تعلم فالله لا يعبد بجهل. انت ماكش راح تكمل حياتك كما كانت جداتك، تنوض تصلي وخلاص السلام عليكم. لا، انت محتاج اليوم انك تتعلم في عصر العلم باش تكون يعني عندك شخصيه، تكون يعني متاكد. ما تجيش اي فكره، اي واحد ملحد يهزك ويقلبك خلاص لجهه اخرى. فتعلم دين تاعك، اقرا الاساسيات، سوره الفاتحه، المعوذتين، وش معناهم، وش معنى استغفر الله، وش معنى اركان الاسلام، وش معنى اركان الايمان. فهذا الامر يا جماعه هو اصل الدين. احنا مش محتاجين انه نكثروا معلومات، احنا محتاجين ان نتعمقوا في المعلومات اللي هي موجوده عندنا اصلا، في معرفه معانيها، في معرفه افكارها، في معرفه تفاصيلها. هذا الامر اللي راح يصنع لك فوارق كبيره جدا فيما بعد ان شاء الله. ورمضان راهو جاي، فرصه كبيره جدا لنا في هذا الامر. خصص بعض الكتب اللي راح تقراها في رمضان، بعض السلاسل اللي راح تفرجها في رمضان. خلينا من معلش المسلسلات والامورات هذيك لما بعد ان شاء الله. هذا الامر الاول. الامر الثاني انك انت تبدا توعى بنفسك، انك انت تبدا تعرف وش هو انايا، ما معنى انا، وش راح ندير، وش راني ندير في الحياه هذه. وهذا الامر يا جماعه يجي انك انت تتعلم، انك انت تتثقف، انك انت توعى. وهذا الامر كيف يجي؟ تقرا كتب يا جماعه، قراوا كتب والله العظيم، يعني ما تخيلوش الاثار تاعها على المدى القريب والبعيد في حياتكم. فابدا بكتب بسيطه. وكنا درنا فيديو في من قبل على بعض على الانسان اللي حاب يدخل مجال قراءه كتب والمطالعه من اين يبدا. هذا الامر راح ينفعك جدا فيما بعد ان شاء الله. امر اخر، تفرج سلاسل على اليوتيوب اللي فيها فائده ليك نتايا، من الناس اللي يكونوا ثقه، من الناس اللي يكونوا يعطوك افكار. وطبعا هذه الامور دائما نحط فيها على قناتنا في الانستغرام بعض الفيديوهات، بعض الافكار اللي تقدروا تنتفعوا بها ان شاء الله. فنعطيكم كل المصادر اللي تساعدكم في ذلك. الامر الاخر هو انه الانسان كذلك يا جماعه، فتره العشرينات هي فتره صعبه نوعا ما، ولكن مليحه جدا انه الانسان يستغلها بطريقه صحيحه. كيف يستغلها؟ نرجع للفكره رقم واحد. الفكره رقم واحد يا جماعه هو انه الانسان يعرف كيف يتعامل معها. فتره العشرينات هي فتره تجارب، انك انت تجرب اكبر قدر ممكن من الاشياء، وهذه الاكبر قدر ممكن من الاشياء يعطيك اكبر قدر ممكن من الافكار ومن التجارب. وش نجرب؟ جرب مثلا دير بودكاست، جرب مثلا انك تبدا بيزنس وتخسر فيه عادي. جرب مثلا انك تعمل في مكتبه، جرب مثلا انك معلوش انا تعلم مهاره جديده، جرب تنس طاوله، ما تبقاش غير كره قدم. فهذه سلسله التجارب، وفيما بعد راح تختار من هذه السلسله هذه الشيء اللي راح تكمل فيه حياتك فيما بعد. فدائما يقولوا باللي سن العشرينات هو سن التجريب، انك انت تجرب اشياء كثيره جدا. ناحيه الضغط عليك اني لازم يكون عندي شغف ونكون عارف الطريق وين راح نمشي، لا، هذا الامر مش راح يكون الا في الثلاثينات. فيما بعد في الاربعينات انت تكون مختص في مجالك، وتقدر تبدا عملك وحدك، وتقدر تتمكن منه، وتقدر تجيب منه ارباح. وعلى فكره معظم السي اي او
بدأوا حياتهم في سن ال40، بدأوا ثروتهم في سن ال40 مش في سن ال20. سن ال20 كان سن تجارب، معرفة، تلم أكبر قدر ممكن معلومات من التجارب، من الأفكار، سافر وحدك، جرب خيم، جرب أنك تقرأ كتب في، جرب أنك تعلم لغة جديدة، جرب أنك معلوش أنا دير تجارب كثيرة جدا وراح تختار فيما بعد، وهذه التجارب راح تصنع عليك شخصية. وما نشوفوش فيما بعد شخص في الثلاثينات وفي الأربعينات ما عندوش شخصية وفرغان من الداخل، فرغان من التجارب، فرغان من العلم، فرغان من الفكر. هذا الأمر مهم جدا. كذلك قرايتك يا جماعة، قرايتك قبل هذا، قبل كل شيء، مش كل شيء يعني انك تعرف ربك ودينك وكذا، نفسك، وثم تعرف انك انا وش راني ندير في الحياه، ومن اني وش راني ندير في الحياه عفوا، ومن انك تعرف وش راني ندير في حياتي انك تعرف راني نقرا. اذا انت عرفت روحك كطالب علم، فكطالب علم وش راك تدير؟ هل انت كطالب علم فقط فارغه هكا، ولا كطالب علم انت قاعد تستثمر وقتك وجهدك ومالك في انك تطلب علم حقيقي، وفي انك قاعد يعني لو سالك ربي عن شبابك فيما افنيته تقول له انا كنت نقرا وكنت مركز في قرايتي وكنت نتعلم وكنت قاعد نقوم بواجباتي. وهذا يا جماعه من جزء من النصره. اذا انت صاحب تنصر قضيه فانت لازم تكون في المكان تاعك، في الثغر تاعك، قايم عليه حق القيام يعني، فتدرس مليح وتتمكن منه. ولما لا انك انت تكون من الاوائل، هذا هو الامر اللي نحتاجوه فيما بعد ان شاء الله. فهذا الامر اللي راح يصنع عليك شخصيه، وانت تكون عارف باللي انا راني نقوم بهذا الامر عن وعي، مش قاعد نقرا معناه الناس يروحوا يقراوا في الجامعه الصباح ويجوا يروحوا العشيه ويرقدوا وينوضوا ويزيدوا يروحوا. لا، هذه الطريقه مش راح تنفعك على المدى البعيد. الامر الاخر هو اللغات يا جماعه، والله امر مهم جدا، واحنا للاسف ما نفهموش قيمته الا فيما بعد. الان اللغات تقدر توازي الدبلوم تاعك. حاولوا قدر الامكان انكم تخصصوا جزء ولو اللغه الانجليزيه، هذا راح تنفعك على المدى البعيد كثيرا. والكتب اللي راهي قاعده تصدر في المجال، وكما كنتوا شفتوا في فيديو سابق انه بعض الكتب اللي بالانجليزيه ما ترجمتش اللغه العربيه اصلا للان، فهذا امر مهم جدا. الامر الاخر هو انه الانسان يا جماعه يعرف المجتمع تاعو ويفهم المجتمع تاعو، وكفايه يفهم المجتمع تاعو. مش راح نتكلموا على المستوى الاعلى، نتكلموا على المستوى الاقل شويه، انك انت تعرف المجتمع تاعك هذا وش يحتاج، تعرف المجتمع تاعك هذا كيف راه يتفاعل. ومن انك تعرف المجتمع تاعك وش راه يحتاج راح يجي جزء التطوع. والتطوع يا جماعه امر مهم جدا وغايه في الاهميه، وراح ينفعك كثيرا على المستوى البعيد في تعلم مهارات، في اكتساب علاقات، في انك انت تعرف كيف تمشي امور. وهذه الامر راح يفيدك جدا سواء على المستوى الديني، هو الانسب هو الاولى انك انت تديرها لله سبحانه وتعالى، جزء من وقتك، زكاه العلم نشره، وزكاه المال انك انت تزكي مالك، وزكاه العلاقات انك انت تزكي جزء من علاقاتك. فهذا الامر مهم جدا وراح ينفعك جدا في الاخره ان شاء الله. وكذا يعطيك بعض المهارات، يعطيك بعض العلاقات، يعطيك بعض الاشياء اللي ما راح تتعلمها خارج هذا الاطار التطوعي. فامر مهم جدا انك تتطوع في سن العشرينات. كذا واحد من الامور اخرى انك تشارك ملتقيات، تشارك محاضرات، تسافر على اجال ذلك يعني. وهذا الامر راح ينفعك كثيرا على المدى البعيد سواء في المستوى الشخصي ولا المستوى التخصصي، لانه دائما راح يكون ميزاجور يعني، دائما عندك الجديد تاع المجال تاعك، ولا الجديد تاع العلوم، ولا الجديد تاع المجال اللي انت مهتم به. وامرين اخرين نسيت اني اذكرهم في الفيديو، لازم نذكرهم لاهميتهما البالغه. اولهما هي الرياضه مهمه جدا يا جماعه في سن العشرينات، والا الشيخوخه راح توصلك في الثلاثينات، وراح تبداك الامراض في الثلاثينات، وتبدا التعب تاعك في الثلاثينات. فلهذا انت لازم تكون عندك رياضه، واي نوع من انواع الرياضه، سواء كان جري او مشي او تنس او اي نوع من انواعها، او كره قدم حتى، مره في الاسبوع على الاقل يعني. فلهذا لازم نديروا الرياضه، والافضل انه الانسان يروح للاصال ميسكيلاسيون يعني رفع الاثقال. فهذا الامر راح ينفعه كثيرا سواء على المستوى الرياضي او المستوى الجسدي او حتى المستوى النفسي، وحتى يعني على مستوى الاكل ومستوى النوم. فهذا الامر راح يعدل الكثير من الاشياء، وما تخافوش منها يعني. كانت عندنا افكار غلطه عليها، ولكن لما تدخلها راح تشوف اثارها الصحيحه والسليمه. الامر الاخر هو انه الانسان يحاول انه يعيش وحده لفتره قصيره في سن العشرينات او فتره طويله ان امكن. فهذا الامر راح يحمله مسؤوليه باكرا نوعا ما في كيف انه يسير ميزانيته، في انه يسير حياته، في انه يكون مسؤول على نفسه، على اكله، على مصاريفه. فهذا الامر ينفعه جدا ويعطيه جزء من المسؤوليه حتى يكون فيما بعد قادر على تحمل مسؤوليه كبيره سواء اسره او عائله. فهذا الامر يعني مهم جدا. فهذه هي، ونكمل الفيديو. فهذا على المستوى تاعك انت، يعني المستوى تاع الاباء. نقولوا بلي الاباء الجيل تاعنا صعب نوعا ما، الجيل تاعنا يعني جاء في واحد الوقت صعب، كثير من الحروب، كثير من الازمات الاقتصاديه. جيلنا غير جيلكم، وكما يقول علي كرم الله وجهه
لا تربوا أبناءكم تربية آبائكم لكم، فقد خلقوا لجيل غير جيلكم، أو كما يقول رضي الله عنه. فالجيل تاعنا شيء، والجيل تاعكم شيء، والجيل تاع الآباء تاعكم شيء. فحاولوا أنكم تشوفوا طرق جديدة في التعامل مع هذا الجيل، وإن شاء الله راح تنفع الجيل هذا بقدر ما هو نوعا ما طائش، بقدر ما هو واعي جدا وعارف وش راهو يحيط به. فحاولوا أنكم تواصلوا ولا تلقاوا طريقة مناسبة للتواصل فيما بعد، وخفوا شويه الضغط. لانه الجيل هذا الجيل تاع بكري ممكن كان بالنافيا ماني يقدر يخدم في ليسي، ولا كان يكون استاذ وكذا. الجيل هذا اليوم راهو يتخرج ماستر دو ما يلقاش عمل. فحاولوا انكم تخفوا عليه الضغط وانكم تتفهموا الوضع تاعو. الامر اخر المجتمع نقصوا شويه الضغط على الجيل هذا. حاولوا انكم تفهموه، حاولوا انكم تساعدوه، افتحوا له ليستاج، افتحوا له انه يتعلم منك. يعني انا ماذا بيا نتعلم من واحد في عمره 50 سنه، ماذا بيا نتعلم من واحد في عمره 40 سنه، ولكن ما نحبش انه يوضع علي ضغط. الجميع ما قراتكم والو، انتم ما تعرفوا والو. لا، نعرفوا، ولكن في واحد الخلل بين الجامعه وبين سوق العمل. فهذا اللي انتم تقوموا به انتم كمجتمع وكاباء وكاخوه لنا. فان شاء الله تكون الرساله وصلت. حاول قدر الامكان اني نختصر في هذا الفيديو. طبعا توجد الكثير من الافكار تحتاج الى انها يعني ديطايو فيها اكثر، فخبروني فيها وان شاء الله راح نخصصوا لها ولو ريل ولو فيديوهات قصيره على قناتنا في الانستغرام. فهذه هي. ما تخافوش من الخطأ، ما تخافوش من الفشل، ما تخافوش من انكم تكونوا غير كافيين، لانه كلكم كنا كذلك، كنا كذلك في فتره ما. وان شاء الله مع الوقت راح تعرفوا الطريق تاعكم، وربي يوفقكم، وادعيوا بزاف وصليوا بزاف وطاعة الوالدين، وربي يوفقكم. سلام.